رجل اشترى بيت مناصفة مع زوجته ولكنه سجله بالكامل باسم زوجته، وبعد وفاته هل البيت من حقها كامل أم يوزع حصة زوجها على الورثة أم على حسب نية الزوج؟ هذا النية ما بنعرفها، بدها التصريح. ليش كتب لها البيت باسمها؟ هبة؟ إذا هبة ما حدا له عنده، هو حر بماله. يا أخي أنا ما عندي أولاد وعندي إخوات لا بيخافوا الله، مو أنا طبعا أعوذ بالله، ولا بيحرموا ولا بيحللوا، وبدأ يحشوا مرتي بالشارع وما لحدا، ما لحدا. يا بكتب لها حق الانتفاع، يا ما انا لقيتها هي يعني بحاجه لشيء كتبت لها البيت، مين له عندي؟ مالي يعني، مالي. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حرم وريث من إرثه. متى يصبح الوريث وريثا؟ بعد موت المورث. ومتى يصبح المال إرثا؟ بعد موت المورث. هذا هو صار، يعني هذا الزلمه مات البعيد وقام اجوا بين بعضهم عملوا لعبه، حرموا واحد من الورثه من ارثه. هذا المقصود، مو والله انه والله انا على حياه عيني كتبت لزوجتي معناتها انا حرمت وريث. انا ما حرمت، لسه ما صار وريث، هذا مالي وانا حر فيه. نعم.